بما ان خلاص بدأ العد التنازلي للحدث الأكبر في مصر واللي بينتظره العالم كله وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، أنا حبيت أوريك الصورة دي، ودي مش مجرد صورة، ده حكاية وطن اتبنى بإيد ولاده. الصورة دي مش صورة لعمال أو مهندسين في موقع بناء، دي ملحمة حقيقية من العزيمة والعرق والإصرار، اسمها المتحف المصري الكبير. وجوه اشتغلت في صمت من غير أضواء ولا شهرة، لكن كان جواهم شيء أكبر، وهو الإيمان، إيمانهم بإن هم بيشاركوا وبيبنوا في بناء حلم مصر. كل خوذة فيهم فيها قصة، وكل نظرة جواها إصرار، وكل طوبة اتحطت كانت خطوة في كتابة فصل جديد في حضارتنا العريقة. المبنى المهيب ووراهم تمثال الملك رمسيس الثاني، واللي كان بيبص لهم بفخر، وهم شاهدين على أعظم مشروع حضاري في العصر الحديث. وده لأن المتحف المصري الكبير مش بس مجرد متحف، لكنه رمز لعراقة بتتجدد وروح بتكبر. فتحية فخر لكل عامل ومهندس اشتغل في المشروع ده علشان يكون تحت أنظار العالم كله. Yeah.